يوسفني اقول لك عزيزي المشاهد انك لو ما شفتش طاهر ابو زيد بيلعب كوره فانت فاتك نص عمرك، ولكن انا هرجعهولك تاني في الفيديو ده. طاهر ابو زيد مواليد مدينه اسيوط، بدا حياته مع الكوره في شوارع القاهره والحواري لما نزل القاهره وهو عمره 10 سنوات، ومنه لاختبارات نادي اسكو، واجتاز الاختبارات بنجاح وتفوق، ولكن والده ساعتها رفض الامر بسبب صغر سنه، ورفض فكره ممارسه كره القدم تماما عشان بعد كده يقف الحلم هنا، ولكن يرجع يستكمله مع الاهلي تاني في فريق الناشئين وهو عمره 14 سنه، وبدا في التدرج الى ان وصل للفريق الاول. لنشاهد امتع واحرف موهبه مصريه مظلومه، وحط تحت مظلومه دي 700 خط لانه فعلا اكتر موهبه مصريه مظلومه. مارادونا النيل طاهر ابو زيد، موهبه مش طبيعيه، كنترول على الكوره بسرعه ومهاره مش موجودين اصلا، عمله نادره حرفيا. بدايه تالق طاهر كانت عام 1981 مع منتخب الناشئين في كاس العالم، وقدر يحقق طاهر لقب تاني هداف البطولة متساويا مع هداف تاني برصيد 4 أهداف، خطف الأنظار كلها وقتها. وابتدت رحلة التألق مع الأحمر عشان يحقق مع الأهلي 7 بطولات دوري مصري و5 كاس مصر، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري مرتين، وأفريقيا الأبطال الكؤوس 3 مرات، وكاس الأفرو أسيوية مرة، وكاس الاتحاد المصري مرة، وكاس الأمم الأفريقية مع المنتخب مرة. كان ليه هدف عظيم في المغرب من فاول ماركة طاهر أبو زيد، فك عقدة المغرب وقتها، واعتزل طاهر ابو زيد وهو في عز تألقه 31 عام بعد استغناء مجلس إدارة الأهلي عنه هو و7 لاعبين تاني، كان منهم علاء ميهوب وكمان ربيع ياسين. وفي قصة شهيرة في اعتزاله لازم تعرفوها، والقصة الشهيرة اللي كنت بقول لكم عليها. وطاهر ابو زيد خلاص النادي الأهلي استغنى عنه وهو لسه في عز مجده وفي عز تألقه ولسه 31 سنة وقادر يدي. وطاهر كان فعلا جاي له عروض من أندية كتير جدا ومنهم الإسماعيلي، وفعلا طاهر كان واخد عربيته وراح يمضي في الاسماعيلي، ولكن غير رايه في اخر لحظه وحس ان هو مش هيقدر يقلع التيشيرت الاحمر ويلعب في اي نادي تاني في مصر غير النادي الاهلي، فلف ورجع واعلن اعتزاله. دي كانت القصه المثيره. وساعتها حتى في لعيب كان معاه من السبعه اللي هو علاء ميهوب مضى في الاولمبي ولعب في الاولمبي وسجل هدف في الاهلي، وخرج ساعتها من الملعب وهو بيبكي بسبب انه سجل هدف في النادي الاهلي. واستنوا حلقه قريبه برضو عن علاء ميهوب. طاهر كان لعيب مش عادي، غير كنتروله ومهارته وكل الحلويات دي اللي مفيش لعيب في تاريخ مصر عنده زيها. طاهر كان احسن منفذ فاولات من خارج ال 18 في مصر وفي تاريخ مصر كمان. رجل دبابة مش طبيعي، بيحدف طوب من رجله، قوة تسديد رهيبة، ولكن مش قوة بس، لا لا لا، قوة بتحكم في الكورة بشكل اكثر من رائع. وفي مباراة اعتزاله تعادل للاهلي من ركلة حرة مباشرة على طريقة مارادونا النيل، ثم غادر الملعب ليترك احلى ذكرى لجمهور الاهلي كله. وبعد كده اتجه للكرة الخماسية ووصل مع المنتخب المصري لبطولة كاس العالم في اسبانيا، وبعد كده اتجه للعمل الاداري وتم انتخابه كعضو مجلس ادارة للنادي الاهلي في دورتين ورا بعض. وتولى ايضا منصب وزير الرياضة في حكومة حازم الببلاوي. معروف عن طاهر الصرامة والحزم في قراراته وشخصيته القوية. دي كل حاجة عن مارادونا النيل، احرف لعيب ممكن تشوفه في تاريخ مصر. وقبل ما اقفل معاك الحلقة لازم تشوف ونحلل مع بعض الهدف العالمي ده. كورة على حدود ال 18 مسنوداله يحط فيها وش رجله الشمال فيرست تايم عالمي، هدف لو في الزمن ده ياخد بوشكاش مستريح، واخد القرار في كسر من الثانية والتنفيذ اروع ما يمكن، وهو ده طاهر ابو زيد. لأول مرة تستمتع بمهاراته واهدافه وعجبك الفيديو ما تبخلش باللايك والشير والفولو، واسف على صوت المكتوم بسبب البرد يا صديقي. وبس كده، سلام.